على كل حال حينما نتحدث عن الإصلاح نتحدث عن جودة التعليم. جودة التعليم واحد من ركائزها الأساسية هو المناهج والبرامج، وواحد أيضا من ركائزها الأساسية يعني ما يتعلق بالهياكل المدرسية. واحد أيضا من أهم ركائزها التجهيزات التقنية على مستوى مؤسساتنا التربوية. من ركائزها أيضا التكوين، من ركائزها أيضا منتوج التكوين والأساتذة وتكوين الأساتذة. بالنسبة للمناهج والبرامج، احنا كنا على كل حال أعلنا عن إنشائنا للجنة الوطنية لجودة التعليم، وقلنا في استراتيجية اللجنة جودة التعليم تبنى، هي عبارة عن بناء نبنيوه بداية بمرحلة التعليم الابتدائي. في مرحلة التعليم الابتدائي كانت اللجنة سابقا، يعني كانت الوزارة سابقا قد اشتغلت على السنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي. هذه اللجنة اشتغلت على السنة الثالثة ابتدائي، وقلنا بأن يعني هذه اللجنة أنهت عملها بالنسبة للسنة الثالثة. سنعلن عنه يعني في حينه في نهاية هذا الموسم استعدادا لبداية الموسم، لأن المسألة مرتبطة بضبط يعني استعمالات الزمن بالنسبة للأساتذة، ضبط ما جاء به القانون الأساسي من تخفيض للحجم الساعي. فهذه المسائل مرتبطة مع بعضها، ولذلك سنعلن إن شاء الله عن نتائج عمل هذه اللجنة في نهاية الموسم. المسألة أيضا تمتد إلى السنة الرابعة والسنة الخامسة. طبعا الأولياء يرتاحوا من هذه الناحية، هذو أبنائنا على كل حال، وإحنا متكفلين بهم ومحتضنينهم، وسنوجد لأبنائنا ولمؤسساتنا ولأجيالنا يعني منظومة تربوية تأخذ بعين الاعتبار الانسجام اللازم الضروري ما بين البرامج وما بين المتطلبات العلمية، المستجدات العلمية حسب نوع الطور الذي نحن بصدد الحديث عنه. ما يحتاجه التلميذ في المرحلة الابتدائية سنضمنه للبرامج التعليم الابتدائي، ما يحتاجه ضمن مرحلة التعليم المتوسط سيتم تضمينه في مناهج وبرامج التعليم المتوسط، وهكذا هو بناء نحن نبنيه فيه إن شاء الله، يعني مرحلة بمرحلة. مع الوزير، مع الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة في بعض الولايات خاصة الولايات الجنوبية، يعني ما هي الإجراءات المتخذة لضمان ظروف جيدة للتحرير؟ شكرا، بارك الله فيك. على كل حال أنتم أكيد تلمسون يعني ارتفاع درجة الحرارة ليس فقط في مناطقنا الصحراوية، حتى في المناطق الأخرى، ولذلك يعني أسدينا التعليمات اللازمة بالنسبة لمدراء التربية، بالنسبة للمديريات، بالنسبة للجماعات المحلية، السادة الولاة. يعني الكل هذا يبذل في مجهودات كبيرة ويوفر ظروف يعني جيدة لأبنائنا على مستوى الولايات اللي فيها يعني حرارة شديدة وحرارة مرتفعة يمكنها أن تؤثر على طبعا الأجواء العامة للامتحان. المراكز كلها تم تجهيزها بالمكيفات اللازمة، تم يعني أخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة، مراقبة مستمرة للتيار الكهربائي، الاحتياطات اللازمة باش ما ينقطعش التيار الكهربائي على المؤسسات وتتعطل بالتالي يعني أجهزة، يعني تتوقف أجهزة التكييف. حتى المترشحين احنا قلنا بأننا حاولنا وأمرنا وأسدينا التعليمات اللازمة برفع مستوى التكفل بالمترشحين حتى خارج مراكز الإجراء. ومشكورة يعني وزارة الشباب، وزارة الشؤون الدينية، الوزارات التي يعني قدمت استعدادها، وزارة البيئة قدمت استعدادها للتكفل بالمترشحين خارج مراكز الإجراء لتوفير أماكن